حسين الشحات حكايتك ايه مع ابو العربي؟ دي غريبة بجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. بسلامة الله عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد مباراة كأس السوبر الأفريقية اللي انتهت بفوز اتحاد العاصمة باللقب، وجدل واسع كبير مازال بيتواصل حوالين المستوى التحكيمي في المباراة، وفي إجماع على إنه الحكم الجابوني كان إلى حد كبير غير موفق. بدأت الناس تقتنع إنه حتى من زوايا كتير لما تشوف الكرة بتاعت كهربا، لا الحارس لا لحق يستحوذ ولا لحق يمسك ولا حاجة خالص. في زاوية يمكن ناس كتيرة عرضتها وشافتها، الحارس ما كانش يوصل للكرة بإيده أصلا، لكن ده خطأ تقديري. الخطأ اللي كله مستقر عليه انه الحكم تجاوز عن ضربة جزاء واضحة جدا لكهربا. لكن خلاص مع عودة البعثة الأهلي قافل على نفسه وأنهى تماما الكلام عن السوبر الأفريقي. كلام عن السوبر الأفريقي الأهلي أنهاه في السعودية قبل ما يتحرك، وبعد ما البعثة عملت عمرة ورجعت لفندق الإقامة، وقبل ما تتحرك بالطيارة كان محمد الشناوي كابتن الفريق عامل جلسة مهمة جدا مع اللعيبة، اتكلم فيها الشناوي بحزم وحسم وغضب، وقال للعيبة يا جماعة احنا المفروض ما نسمعش اي كلام، واحنا المفروض ما نقولش اي مبررات، اي حاجة مرفوضة، لان احنا قصرنا وما كسبناش المباراة، وانه الاهلي يعني مكانه الطبيعي على منصة التتويج، وطريقه الطبيعي اللي بيوصل بيه لمنصة التتويج هو الفوز في الملعب. اي كلام عن اي تفاصيل لا تعنينا وما تهمناش، ولازم نقفل على نفسينا، ولازم نبص على اللي جاي، واولها مباراة المصري. وكانت شبه معاهدة بين اللعيبة انه الكل ادرك خطأه، والكل حس انه لا، كان في سنة ثقة زيادة شوية، كان في نوع من الاطمئنان، وحذرنا كتير من الحالة دي. انا كان ليا فيديو قلت لكم الخطر الحقيقي على الاهلي في السوبر، احساسك ان انت مطمن، واحساسك ان انت افضل، واحساسك ان انت بطل، واحساسك ان انت الفريق اللي بتسير البطولات في ركابه، كل ده اداك احساس معنوي بافضلية. الملعب ما بيقولش كده خالص. الحكم تجاوز، الحكم تغاضى، الحكم انحاز، الحكم عصب، الحكم قليل، الحكم صغير، كل ده سليم. بس على فكرة كنت بتكلم مع حد يعني مطلع بالدوائر الافريقية في الكاف قال لي خدوا من ده كتير، خدوا من ده كتير. اتشو اللي جابوني ده هتلاقوا النوعيه دي كتيره. ليه؟ الاتحاد الافريقي بعد ما اشال الوش بتاع سمعه التحكيم الافريقي السيء جدا، بدا يعتمد على صف تاني من الحكام، سواء البروفيشنال او حكام النخبه، فبقت قاعده جديده من وجوه جديده من الحكام. هيبقى عندهم قدر من الرغبه في انهم عايزين يثبتوا ذاتهم، عايزين يغسلوا السمعة السيئة بتاعت كل اللي سبقوهم، فبالتالي واضح ان المسألة هتبقى اجريسيف قوي، وهتلاقي فيه معاملات مختلفة، وهتلاقي كمان خبرات مختلفة، وهتلاقي خبرات اقل. بس المصيبة ان انت كمان وانت بتعين حكام فار بتعين ناس خبرتها قليلة قوي في الشغلانة. هنشوف الفترة الجاية، لكن ما يعنينا هنا انه الاهلي خلاص تجاوز السوبر والظروف بتاعته، وبدأ تركيزه الشديد من على الطيارة في مباراة المصري. الأهلي بيستهل الدوري إن شاء الله تعالى مساء يوم الثلاث مع المصري في بورسعيد في استاد الجيش في برج العرب. هقول لكم قائمة الأهلي في الدوري لأن دي مسألة مهمة جدا. الناس يمكن مع الزحمة ومع الدوشة بتاعة القيد والانتقالات والإعارات ومين رجع ومين جه، الناس مش واخدة بالها من قائمة الدوري. فيها محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خرج طبعا علي لطفي. في خط الدفاع في محمد هاني وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول. لمباراة المصري مش متاح محمود متولي للإصابة، وكريم فؤاد للي بيتجهز، وخالد عبد الفتاح إلى حد كبير جاهز، الباقيين جاهزين. في نص الملعب اليو ديانج، عمرو السولية بيتأهل، كريم ندفد جاهز، كان غاب على السفر شد خفيف في الأمامية، مجدي قفشة ومروان عطية
واكرم توفيق واحمد نبيل كوكا وامام عاشور، كلهم متاحين ما عدا عمرو السوليه اللي بيواصل برنامجه التاهيلي، واكرم توفيق اللي ايضا في الخطوات الاخيره يمكن بدا ياخد شويه في التدريبات، ان شاء الله قريب جدا يدخل. في خط الهجوم طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم وانتوني مودست اللي ان شاء الله تعالى يكون الظهور الاول له في مباراه الثلاث، وصلاح محسن ومحمود عبد المنعم كهربا اللي هيغيب للايقاف، ايقاف 6 ماتشات في ماتشات الدوري. وحسين الشحات هقول لكم قصه حسين الشحات، لكن بقيه العناصر اللي تحت السن اللي هيستعان بيهم كذخيره حيه بقى مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ومحمد الضوي كريستو ومعتز محمد ومحمد زعلوك واحمد كباكا وعبد الرحمن رشدان، دول من الصاعدين اللي بيستعان بيهم في الفريق الاول ومتسجلين ناشئين. طيب كهربا قلت لكم هيغيب 6 ماتشات في الدوري، بس حسين الشحات مفارقه عجيبه وغريبه. هو اولا هيغيب طبعا عن مباراه الثلاث، دي المباراه الثانيه له. مفارقه عجيبه مع المصري او مع ابو العربي اسم الشهرة البورسعيدي. حسين اتوقف ماتشين من قبل لجنه المسابقات بعد وقعه الشيبي لاعب فريق البيراميدز في مباراه الفريقين. خد ماتشين، كانت اول مباراه المصري في ختام الدوري، فتوقف مباراه المصري. بقول لكم قرعته جايه مع ابو العربي بجد. طب بعد مباراه المصري في الدوري لعبنا المصري في الكاس، لعب حسين مباراه المصري في الكاس. لو تفتكروا في الدقيقه 90 المصري سجل وكان ممكن يطيح بالاهلي بره الكاس. حسين الشحات في الوقت القاتل تحصل على ضربه الجزاء لما تشد من الفانيلا بتاعته اعاقه، وسجل منها علي معلول هدف التعادل، واحمد القندوسي سجل هدف الفوز عشان الاهلي يتاهل لنصف النهائي هيواجه انبي. فحسين الشحات غاب مباراه المصري الاولانيه في الدوري، رجع مباراه المصري الثانيه في الكاس لان دي مسابقه الكاس والعقوبات منفصله، انقذنا وانقذ المباراه وعادل للنتيجه بضربه الجزاء اللي خدها، ويستكمل العقوبه قدام المصري كمان. يعني 3 مباريات ورا بعض للمصري مع الاهلي. حسين الشحات القاسم المشترك الابرز فيهم، الاولانيه غاب في بدايه تنفيذ العقوبه، رجع في مباراه الكاس لان العقوبه منفصله، عدل النتيجه واثر في المباراه وانقذ الاهلي وصعد بيه، ثم يغيب عن مباراه المصري كمان في افتتاح بطوله الدوري عشان يخلص الايقاف في مباراه المصري، وكانه العقوبه كلها الاهلي مع المصري بيقضيها حسين الشحات في المباراتين في الدوري، اخر مباراه في الموسم اللي فات واول مباراه يوم الثلاث في الموسم الجديد. حسين الشحات لاعب مهم جدا، لكن عايز اقول لكم على حاجه. مارسيل كولر الحقيقه بقت عنده جاهزيه لعدد كتير من الافراد، يعني مفيش اي عذر انك اي لاعب يغيب. يعني انتوا متخيلين انه يغيب كهربا وحسين الشحات 2 من اهم اللعيبه في الموسم اللي فات، بس خلاص ما انت عندك مودست دلوقتي كراس حربه وعندك صلاح محسن، ويغيب حسين الشحات فيبقى بيرسي تاو موجود ورضا سليم موجود في الناحيتين، الناحيه اليمين. في الناحيه الثانيه عبد القادر موجود يدعم برضه الناحيه الشمال، وان شاء الله ياخد فرصه، وعبد القادر لعيب كبير مهم. وطاهر اللي كان يعني مارسيل كولر اتكلم معاه كتير انه لازم يدوس على نفسه احسن من كده شويه. طاهر عنده قدرات لكن من فتره مش عارف يجيب مستواه، فمحتاج بس يخف من سطلانه شويه ويركز شويه، هيبقى لعيب كبير لانه فعلا لعيب قدراته كبيره. الجديه مطلوبه والتركيز مطلوب. السلاح الحقيقي للاهلي مع بدايه الدوري التركيز ثم التركيز ثم التركيز. ويمكن مباراه السوبر الافريقي لو كانت عملت حاجه فهي يعني فست البالونه اللي كان البعض يعتقد ان هي كبرت وانه الناس تبدا تشعر انه قادره على ان هي تكسب اي بطوله واي حد في اي وقت. لا يا سيدي، اللي جاي صعب جدا جدا، واوله مباراه المصري. فريق يعني اتمرن في السعوديه، بكره ان شاء الله الاثنين الفريق بيستكمل تدريباته ويسافر على برج العرب بالقائمه اللي هيختارها مارسيل كولر، وان شاء الله تكون قائمه مكتمله. لان قلت لكم القائمه بتاعت الدوري كامله ما شاء الله، كلها اسماء تقيله وكل الخطوط منتظمه وفيها افراد كتيره. بالمناسبه
الملف الافريقي اللي جاي انت بترتب له بشكل دقيق جدا. الاهلي بيتابع المنافسين بتوعه. سيمبا التنزاني اللي الاهلي هيلاعبه في بدايه الدوري الافريقي يوم 20 اكتوبر في دار السلام، بادئ بدايه كويسه في دوري الابطال، وقدر في زامبيا بره الارض يتعادل مع باور ديناموز 2-2. يعني فرصه كبيره في دخول دوري المجموعات. وطبعا صن داونز اللي هو المنافس المحتمل للاهلي بعد سيمبا في الدوري الافريقي او السوبر الافريقي، هو اخر بادئ دوري الابطال بفوقان كبير، وكسب بره الارض كمان 4، يعني عنده كمان جاهزيه كبيره واضحه على الصن داونز. الحقيقه بمناسبه استعدادات الاهلي وترتيباته الفتره الجايه، لاحظت اهتمام كبير قوي في الجانب السعودي بكاس العالم للانديه. واضح جدا انه مهتمين بعمليه التذاكر، وقريت تصريحات في الاعلام السعودي للاستاذ ياسر المسحار رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم. مبدئيا هم سعداء جدا جدا بنجاح تجربه السوبر الافريقي وبالحضور الجماهيري الكبير للجماهير المصريه وبالشكل اللي ظهرت عليهم المدرجات في السعوديه. وقالوا ان هم فخورين بهذا التنظيم واستضافه السعوديه لهذا الحدث. هم طبعا ودوا المباراه في ملعب الملك فهد في الطائف، بعيدا عن الملاعب الكبيره اللي موجوده في جده او في الرياض، لانه شايفين ان الدوري السعودي بتاعهم جاذب الانتباه ومهتم، والمهم ان هو يستكمل. فالملعب بتاع الطائف ما هوش احسن الملاعب، يمكن يجي في ترتيب متاخر قوي في الملاعب السعوديه الكبيره، وكانت فيها اعتراضات داخل أسرة الكرة السعودية على انه يعني ده مش احسن حاجة تظهر صورته للناس بره. لكن واضح انه الاتحاد الافريقي قبل باي حاجة، والاتحاد الافريقي قناعاته في الفترة ديت قناعات تجارية بحتة، وماشي في عمليات التسويق على حساب حاجات كتيرة ومحتاجة مراجعة فيها. انما بمناسبة كاس العالم للأندية، رئيس الاتحاد السعودي مهتم جدا بموضوع التذاكر، وقال لك احنا بننسق مع الفيفا وقريب جدا هنعلن عن اسعار ومواعيد طرح التذاكر لكاس العالم للانديه اللي هتبقى في ديسمبر القادم في جده. هنا لازما لمصلحه جماهيرنا في السعوديه نأكد على ضروره التواصل مع الاتحاد السعودي والتواصل مع الاتحاد الدولي من اجل جماهير الاهلي في السعوديه، انه الاسعار تكون في المتناول وما يبقاش فيها مبالغه في الاسعار. ويا ريت الاتحاد الدولي يبص على الاسعار قياسا على البطولات السابقه، ما تبقاش المساله مأفوره قوي او مغليه قوي، حرصا على الاقبال الجماهيري من الجماهير المصريه اللي مؤكد انها تبقى باعداد كبيره جدا في ظهر الاهلي ان شاء الله تعالى. الاهلي هيستنى الفائز من اوكلاند سيتي واتحاد جده، وهو بنسبه كبيره اتحاد جده طبعا فنيا وعمليا، فهتبقى المباراة الأولى المهمة جدا للأهلي مع اتحاد جدة. فموضوع التذاكر من دلوقتي لازم ناخد بالنا من أسعارها ومن مواعيدها ومن الآلية بتاعة طرحها، لأنه ممكن يحصل نوع من التضييق على الجماهير المصرية والأهلاوية في جدة، ونلاقي التذاكر خلصت وتبصوا تلاقوا الأسعار وسوق سودا، وبدأنا نشيل الناس أكتر بكتير مما هو قادر على تحمله. فنتمنى أن الملف ده يحظى بالمتابعة والاهتمام قبل ما تتحدد الاسعار او المواعيد او الاليه بتاعه طرح التذاكر ونظامها. بالمناسبه الزمالك هارد لك طبعا، النتيجه اللي عملها مع الفريق الجيبوتي ارتا سولار خلت الزمالك بيكتب تاريخ للكره المصريه، لكنه تاريخ سلبي، تاريخ سلبي بجد. يعني لا يليق ابدا انه الزمالك او اي فريق في مصر يبقى اول فريق يخسر من جيبوتي في تاريخها. ما حصلش، ما سبقش لاي فريق من جيبوتي لا على مستوى الانديه ولا على المستوى المنتخبات كسب اي فريق في مصر. فدي رياده للزمالك الحقيقه يعني جايه بالسولار. ونفس الفريق ارت سولار ده، اولا المقاولين كان لعبوا من سنتين كسبوا 10-1 رايح جاي، يعني تعادل معاه هناك او كسبوا هناك 1-0 وجي كسبوا هنا 9-1. ففريق يعني على قده قوي. لكن واضح ان الزمالك ظروفه قليله جدا جدا واحواله، وفكره ان اللعيبه تلعب
يعني بفانيلات مختلفة عن بعضها، في فانيلات عليها اعلانات وفانيلات عليها لا، في عليها شعار وشعار لا. وانا متخيل انه الاعلام ما قامش باي دوره على انه يقول ازاي ده يحصل، وازاي صورة فريق كبير ويمثل الكرة المصرية في بطولة زي كده يكون هذا المظهر، مش بس الناحية الفنية حتى من الناحية الشكلية في المظهر العام. لكن ما حدش بيتكلم الا الحاجة اللي تخص الاهلي بس، وتخص فيتوريا ومين اللي خرج ومين اللي دخل، رغم ان فيتوريا خرج لعيبه الزمالك قبل كده ولا حد اتكلم. لكن لما يخرج حد من الاهلي الناس كلها والبرامج والسوشيال ميديا وكله ما فيش الا على فيتوريا وليه خرج لعيبه الاهلي. ماشي. بالمناسبه لازم كمان نحط في اعتبارنا ضروره التنسيق لحل الموضوع بتاع 20 اكتوبر، لانه 20 اكتوبر اللعيبه هتبقى موجوده مع المنتخب لغايه 17 اكتوبر في الاجنده الدوليه، واللي مسافرين هيكونوا مسافرين مع منتخباتهم زي مالي مع علي معلول مع تونس في اليابان، واليو ديانج وبيرسي تاو، وكمان اللعيبه اللي هياخدها روي فيتوريا، اللي الراجل بقى سنن سنانه ومحدش هيتدخل ومحدش يجب يتدخل، وبصراحه ما ينفعش حد يتدخل. خلينا نبقى واقعيين. لكن التعاون مطلوب، التنسيق مطلوب، التفاهم مطلوب. وروح للراجل ميكال البرازيلي المدير الفني للمنتخب الاولمبي، اللي الراجل بيشكر الانديه وتعاونها وبيقول في كل الدنيا لازم يحصل نوع من التنسيق والتعاون بين مدربي المنتخبات مع مدربي الانديه، لان النادي هو اللي بيجهز اللاعب وهو اللي بيصرف على اللاعب وهو اللي بيعلي مستوى اللاعب وهو اللي بيقدمه لاعب سليم جاهز للتمثيل الدولي. فالتنسيق ده ما يعيبش حد، اللي يعيب الناس ان هي حاطه الاهلي تملي في دماغها، هي دي الغريبه جدا. عايز في الختام احيي اداره نادي ليفربول، لانه الحقيقه امبارح نجمنا العالمي الكبير محمد صلاح وهو بيساعد ليفربول ب3 اسيست على وولفرهامبتون في الفوز 3-1. صلاح خد رجل المباراه. الجائزه اللي بتقدم لرجل المباراه في الاربع مباريات او الثلاث اربع مباريات اللي فاتوا كان اعلان لشركه احدى شركات الخمور اللي راعيه لليفربول. الحقيقه الناس احتراما لصلاح ولتقاليده وثقافته الاسلاميه وضوابطه الاخلاقيه غيروا الاعلان بتاع مان اوف ذا ماتش في الماتش ده تحديدا عشان صلاح ياخد جايزه بدون اعلان الخمور. ده نوع من الاحترام لتقاليد نجم كبير جدا، اعتقد بيمثل الكرة المصرية وبيمثل الكرة العربية والافريقية في المحافل الدولية، واصبح صلاح يعني صاحب ارقام قياسية كبيرة جدا، واول افريقي واعلى لاعب افريقي يحصل على نسبة التهديف والاسيست كمان في تاريخ الدوري الانجليزي. صلاح مازال بيكتب التاريخ، ولكن قلت لكم الزمالك للاسف كتب تاريخ سلبي جدا. نتمنى انه فيوتشر وهو بيلعب ايضا في دار السلام، واضح ان قرعه الكره المصريه السنه دي جايه في دار السلام، لانه الزمالك يخسر من جيبوتي في دار السلام، وفيوتشر يستهل مشواره في الكونفدراليه في دار السلام النهارده في مواجهه سنجيدا التنزاني. لكن كمان الاهلي 20 اكتوبر عنده موعد اخر كبير مهم مع سيمبا وبرضه في دار السلام. سلام.